المؤتمر الصحفي. انتقل الآن إلى باريس ومعي من هناك دكتور عبد الرزاق عيد، كاتب ومفكر. مساء الخير دكتور عبد الرزاق. بداية أود تعليقا أوليا لما جاء على لسان بثينة شعبان في هذه الكلمة. أولا يكفي أن استخدم هذه المناسبة لأتوجه بأشد تعازي الحارة لأبناء أهلنا وشعبنا في حوران وفي درعا وفي كل مناطق حوران. حوران اليوم أو درعا تكتب تاريخا جديدا لسوريا. اليوم هي ملحمة الحرية القادمة لسوريا، ليس بحاجة لكل هذه الدماء، مئات القتلى وآلاف الجرحى. لا يرجع حزب البعث ويقول لنا أنه يعد كذا وكذا، مع أن أول المطالب هو إنهاء استفراد حزب البعث في السلطة، وبند الدستوري الذي وضعه الحزب البعث يكرس وجوده كوجود الفاشي في تاريخ البلاد خلال 50 سنة، أنه يملك السلطة. يعني هو حزب يقود السلطة والمجتمع، لكن هو بالواقع تحول إلى حزب يملك السلطة ويملك المجتمع. هذا أول إسقاط للشرعية، وتسقط كل الأهمية والقيمة لمثل هذه القرارات التي اتخذت عن حزب فاشي يهيمن على حياة البلاد ويستخدم أداة بيد الأجهزة الأمنية وبيد النظام الدكتاتوري من أجل إخراس وإسكات إرادة المجتمع السوري. هذه أولا. ثانيا تشكيل لجنة عليا. أي لجنة عليا؟ لجنة عليا من المخابرات. ناس مطلوبين للقانون الدولي، رستم غزالي وهشام بختيار، هؤلاء يرسلون وهؤلاء مطلوبون جنائيا أمام القانون الدولي وأمام العالم. هؤلاء هم الذين يرسلون ويقومون بألعاب أمنية من خلال استدراج الناس ومن خلال مواعيد وعود مثل هذه الوعود الكاذبة التي نسمعها اليوم من أجل إعادة الناس آليا لكي يتفردوا بالجامع العمري ويدخلوا ليذبحوا الناس داخل الجامع. هذه الأكاذيب لن تمر لا على شعب درعا ولا على الشعب السوري. يكفي أكاذيب. هل تتطلب الأمور كل هذه الضحايا وكل هذه الجرائم من أجل بالأخير ينحكى عن مندسين؟ أطفال 15 طفل بالعشر سنوات، هؤلاء مندسون. ألا تستحون على أنفسكم؟ أطفال في العالم يقشعر بدن العالم كله يندهش عندما يسمع أطفال تسجنون أطفال. وحتى هذه اللحظة يا أخوان لم يفرج عنهم. أخبار عن تعذيب الأطفال، أخبار عن قلع أظافرهم. عفوا أستاذ عبد الرزاق، لكن نعم، السيدة بثينة شعبان أكدت وقالت أنني كنت شاهدة عيان على أن الرئيس الأسد أعطى أوامر صارمة وصريحة بعدم استخدام الرصاص الحي، وأنه عبر كثيرا عن حبه لهذه المنطقة وعن أهالي درعا وعن درعا. من هؤلاء الذين أطلقوا النار؟ أهل درعا أطلقوا النار على أنفسهم؟ من الذي أطلق النار؟ قال أنه في عصابة سيد عبد الرزاق. إذا سمحتي لي لحظة يا آنسة. نعم. الآن تتحدث هي عن استهداف التعايش الطائفي. من الذي كان يريد أن يفجر الوضع الطائفي في درعا عبر استجرار قوات ماهر الأسد وقوات الوحدات الخاصة التي معروف لدى الشعب السوري كله على أنها من طائفة محددة؟ هذا هو اللعب بالنار الطائفي، أن تأتي بأبناء الشعب السوري من طائفة محددة لتبيد محافظة من طائفة أخرى. هذا هو اللعب بالتعايش الطائفي. هذه هي الوحدة الوطنية التي يريدون أن يكذبوا علينا باسمها. هذا ومن ثم الحديث نفس الكذب 40-50 أنت تتحدث عن وهم تعايش. يكذبون بالعوامل الخارجية والعوامل الجغرافية. إذن هؤلاء الأطفال هناك مؤامرة إمبريالية وصنعت في تل أبيب من أجل 15 طفل يطلعوا ويطالبوا بشعارات الحرية، وهم أطفال يحاكون محاكاة ساذجة وبريئة ما يشاهدونها على التلفزيون.
سيد عبد الرزاق انت هذه لم تفعلها النازية بالمناسبة. نعم. بالأوشفيتس لم تفعل مع أطفال صغار تقلع أظافرهم وترسل قوات من طائفة محددة. نعم. بالتحالف مع حزب الله، بالتحالف مع إيران. أهالي درعا كانوا يسمعون. ليس هنالك أدلة سيد عبد الرزاق، ليس هنالك أدلة سيد عبد الرزاق. يا سيدتي اسمحي لي، أنا بقول لك الأدلة. اسمعي للمظاهرات اللي بيقولوا لا بدنا إيران ولا حزب الله، بدنا حدا يخاف. لكن الشهود قالوا انه في لهجات غريبة فقط سيد عبد الرزاق، ما في أدلة ملموسة، ما في أدلة عينية. إذا في عندك أدلة تفضل قلها الناس. يا أختي، أنا الأدلة اللي عندي ما أسمعه من الناس الذين يتعرضون. لكن ليس كل ما يسمع يصدق سيد عبد الرزاق، ليس كل ما يسمع يصدق. ناس أهل حوران من أين أنا سأحصل على المعطيات إلا من البشر الذين يذبحون؟ الذي يذبح هو أصدق أنباء من الكتب، من بشار الأسد لحزب البعث للسيد شعبان. هؤلاء الناس الذين يذبحون بشكل يومي هم الأصدق. نسمعهم نحن ونسمع كيف يخاطبون ضمائر أمامهم، يقولون نحن أخوتكم، نحن لكن السيد الرئيس عبر عن حبه لدرعا ولأهالي درعا سيد عبد الرزاق. السيد الرئيس بشار الأسد عبر عن حبه لدرعا ولأهالي هذه المحافظة وهذه المدينة. هكذا قالت سيدة بثينة شعبان. أي حب أنه أخوه، أي حب أنه شقيقه يرسل 5000 مقاتل مدرب، وهم كما قلت لك كل أهل سوريا يعرفون أنهم من هوية طائفية محددة، يرسلهم لذبح أهل درعا. هذه هي محبة. هذا هو الحب الكابوسي، هذا هو الحب الفاشي، هذا هو الحب الدموي. أي حب؟ الذي يريد أن يبدأ حقيقة بالإصلاح يعلن عن موقف. مو يبدأ لي أنا بحزب البعث، يقعد حزب البعث الآن بده يوعدنا بلجان وبتحقيقات وأكاذيب 50 سنة وهم يكذبون على هذا الشعب. كفى. لا، الناس الآن دفعت ثمن هذه الأكاذيب، دفعت دم لم تصدق بعد اليوم. سيد عبد الرزاق، وحتى كل هذه الإعلانات أصبحت متأخرة وغير مقبولة. أصبحت متأخرة جدا حتى لو كانوا صادقين فيها وهم ليسوا صادقين. طيب سيد عبد الرزاق، الحديث أيضا وكانوا كاذبين. نعم. سيدة بثينة شعبان تحدثت عن زيادة رواتب العاملين في الدولة ولم تذكر هذه الزيادة. هل تتوقع أن تكون زيادة ربما زيادة معتبرة؟ وهل تعتقد أنه هذا قد، خليني بس أكفي سؤال سيد عبد الرزاق، أنه الفرد السوري محتاج فقط لدريهمات ربما فقط من المال حتى ربما يتوقف عن التظاهرات، حتى نشتري كرامته ونشتري دمه ونشتري أرواحه ونشتري، وهم كاذبون. حتى مع ذلك كاذبون، لم يفعلوا شيء. نعم. الشعب السوري جائع للكرامة، جائع للحرية، جائع للسيادة والإباء، ليس منتظر هؤلاء اللصوص نعم. لكن في قانون أحزاب جديد أيضا سيد عبد الرزاق. سيد عبد الرزاق، في قانون جديد للأحزاب، ألا تتوسمون فيه خيرا؟ يا أختي، هذا قانون الأحزاب، هذه الكذبة من 10 سنوات صدقناها نحن في لجان أحياء المجتمع وفي إعلان دمشق. حاولنا أن وننتظر قانون الأحزاب، بدأت الموضوع وكأنهم يسخرون منا ويسخرون من المجتمع ويسخرون من الشعب. أي قانون أحزاب هذا؟ أي قانون أحزاب؟ هذا الكلام أصبح ليس عتيقا فقط، بل أصبح كلاما يحاول أن يغطي على الجريمة. يعني سيد عبد الرزاق، سيد عبد الرزاق، يعني أنت عم ترفض كل شيء. يعني معقولة أنت ما في لهالدرجة ما في ثقة، يعني ما في ثقة ولهالدرجة كل هذا القوانين يعني ما عم تعجبك؟ لن يقبل الشعب السوري إلا بما قبل به الشعب التونسي والمصري. لن يقبل إلا بإسقاط هذا النظام الدكتاتوري الذي تسلط على حياة المجتمع 50 سنة. 50 هذه ليست آخر ضحايا. بدأ الأب مئات آلاف، لكن دعوات في درعا سيد عبد الرزاق حفر أخدودا من الدم بين الناس. والآن يأتي ابنه ليتوج مآثر أبيه في القتل والدم لكن عفوا سيد عبد الرزاق، المطالب في درعا سيد عبد الرزاق، سيد عبد الرزاق، المطالب في درعا لا تتحدث عن إسقاط النظام، بل تتحدث عن الإصلاح فقط.
يعني ما طلبوا فقط غير الإصلاح ومحاربة الفساد ومحاربة البيروقراطية. الله يخلي لي إياك يا حبيبتي، هؤلاء الناس الذين يقولون فقط كلمة حرية وإصلاح يذبحون، فما بالك شو بدهم يعملوا ينتظروا أكثر؟ هذا هو الممكن وهذا الواقع. لكن على الأقل نحن نقدر أن ننطق بأصواتهم وأن نقول أن هذا النظام هو الأبشع والأكثر كابوسية والأكثر قبحا في العالم، وهو إذا ما قورن بتونس أو بمصر هو الأكثر وحشية وشراسة. كل الأنظمة العربية لم تجري دما. طيب لكن أنت الآن سيد عبد الرزاق، أنت الآن 50,000 بحماة وحلب وإلى 125,000 سجين. نعم. في 17,000 مفقود. خليه يعلن الآن لنثق به. بشار الأسد يعلن الآن بأنه سيعطي أو يكشف أو يطلب من مخابراته أن يقول للناس أين 17,000 فقيد، أين ذهبتم به؟ على الأقل طمنوا الناس، قولوا لهم قتلناهم، قولوا لهم أبدناهم. هذا الكلام قصة زيادة رواتب واعتقاد الناس انه هو كل مرة بيطلع مكرمة وشي على العيد بيقول بده يدفع 500 ليرة و1000 ليرة. الشعب السوري أكثر كلاما من هكذا. يمكن أنتم سيد عبد الرزاق يمكن ربما أنت لا يبيع دمه. يمكن سقف مطالبكم سيد عبد الرزاق ربما مرتفعة، لأنه كما تقول عنكم السلطات في سوريا أنتم معارضة وتجلسون في فنادق 5 نجوم في باريس ولندن وباقي العواصم العالمية. يا أختي أنا معروف ما صار لي 2 3 اضطريت لأهرب عبر الجبال لأخرج وهم يلاحقوني ويطاردوني، وأنا لا أطارد ولا ألاحق إلا بسبب كتاباتي ومقالاتي. ما يقال عن المعارضة في الخارج، نحن المعارضة السورية الوحيدة التي تفخر بأنها لم تمد يدها لا لقوة أجنبية. متى طلعت من سوريا سيد عبد الرزاق؟ متى غادرت سوريا؟